لكن النهارده هبدا حلقتي بالمقارنه ما بين الاعلام المصري والرياضي وتناوله لموضوع اعتذار نادي الزمالك وتوقعاته قبل اعتذار نادي الزمالك وتصميم مجلس اداره نادي الزمالك على الاعتذار، وردا على يمكن خطاب ايضا من الاتحاد المصري لكره القدم وما تناوله الاعلام الاماراتي بمنتهى الحياديه والاحترافيه والاشاده بقرار مجلس اداره نادي الزمالك. لكن نسمع في البدايه الاعلام المصري الرياضي وتناوله قبل قرار مجلس اداره نادي الزمالك واثناء يمكن المداولات قبل اتخاذ القرار بالاجماع من مجلس اداره نادي الزمالك بالاعتذار عن لقاء السوبر، ثم نعود لحضراتكم مره اخرى. احنا سمعنا ان الزمالك اللعيبه بتاعته مش هتروح المطار بكره. لا الكلام ده غير صحيح، وانا بقول لك لعيبه الزمالك هتسافر بكره بشكل طبيعي، وتقريبا الاثنين هيسافروا في وقت متزامن، الاهلي والزمالك. الاهلي هيسافر تقريبا على الساعه 11 بكره او 12 الظهر، والزمالك في توقيت متزامن، والفرقتين هيسافروا بشكل طبيعي، ما حدش هينسحب، لا الاهلي هينسحب ولا الزمالك هينسحب. يعني انت بتؤكد كده بشكل واضح ان الزمالك مش هينسحب من مباراه السوبر؟ لن يحدث. الزمالك هيسافر ولا مش هيسافر؟ الزمالك هيسافر بكره ان شاء الله. هيسافر بكره. امال اللي بيحصل دلوقتي ده ايه؟ ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ الزمالك رجع من المطار امتى؟ مين قال الزمالك رجع من المطار؟ ميدو. كابتن ميدو قال كده؟ تتحمل مسؤوليه اللعب؟ انا ما اعرفش. ده مش حقيقي ها؟ لا طبعا. الزمالك بيسافر بكره بشكل طبيعي. مش كان المفروض النهارده ميعاد سفر؟ لا بكره. اصلا فرقتين هيسافروا بكره. هو الاهلي ميعاد سفره معروف بكره صح؟ الزمالك ميعاد سفر بكره، الاثنين ميعادهم يوم الثلاث. هيتمرنوا تمرينتين تقريبا وخلاص. اربعه وخميس تقريبا. بالظبط. وشكرا. مين قال ان في سفر النهارده؟ هو ده اللي واحنا رايحين العتبه وراجعين. ده اللي داير. رحت الاتوبيس فما لقيتش المحل قافل وراجع من الرواعي. ده سفر يا جماعه، احنا نهزر. مش حاجه اسمها فرقه رجعت من المطار والكلام الظريف، مش حاجه اسمها كده. ده مطار وليه مواعيد وليه حاجات محدده وتذاكر طيران، وفي ناس متحمله. لا ما هو كل اللي طالع ان الزمالك لغى العنطره، مفيش عنطره في الموضوع يعني. طبعا الزمالك لغى السفر ولغى حجز الفندق ورجع من المطار وحاجات كتير. ده الكلام اللي طالع من داخل نادي الزمالك. وبيراميدز مش هيلعب، وخدنا وعد من بيراميدز ما يلعبش. يعني مش فاهم ايه ده؟ مش كلام من ده اصلا. الزمالك يلعب الماتش عادي بشكل طبيعي. هو رئيس نادي الزمالك اللي بيتكلم، مش حد تاني. طارق منصور: قرارات نادي الزمالك لا تكون وفقا لاراء الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اعضاء مجلس اداره الزمالك من صفوف الجماهير وتتخذ قرارات وفقا لمصلحه النادي. مجلس اداره الزمالك قرر بالاجماع. ايه ده؟ ايه؟ انسحاب دي بقى. ايه بقى؟ مجلس اداره الزمالك قرر بالاجماع الاعتذار عن عدم المشاركه في مباراه السوبر. اهو قالها كده يبقى رسمي. الزمالك ليس منسحبا، الزمالك قرر الاعتذار عن عدم المشاركه في السوبر. استكمالا لتصريحات رئيس نادي الزمالك الذي اعلن انسحاب الزمالك من مواجهه السوبر امام الامارات حتى الان، وانا دايما بضيف كلمه حتى الان دي قبل او بعد كل كلمه انسحاب، لغايه يوم الجمعه نشوف ايه اللي هيحصل. لا الاهلي هينسحب في اي حال من الاحوال، ولا الزمالك هينسحب في اي حال من الاحوال. خد التصريح ده كده على لساني، وقول الراجل ده طلع قال الكلمتين دول، مش هنسحب لاسباب كتيره جدا مش هتكلم فيها دلوقتي، لكنه ما حدش من الاثنين هينسحب، والتذاكر خلصت والترتيبات تمام والفرقتين عايزين يلعبوا. ده كان تناول الاعلام الرياضي المصري للحدث، والحقيقه انا حزين لسببين. الكل اطلق تصريحات في كل الاتجاهات دون معلومه حقيقيه واضحه من داخل مجلس اداره نادي الزمالك، لان مجلس اداره نادي الزمالك بالاجماع كان على قلب رجل واحد في اتخاذه لهذا القرار. ادي نمره واحد. نمره اثنين: لم يتحدث احد في الاعلام الرياضي عن حق نادي الزمالك، لم يتحدث عن حقه في قرار من لجنه التظلمات. ما بنتكلمش نقول ان لجنه التظلمات توقف 12 توقف 10 توقف 8 توقف 6. حتى المداولات قبل اجتماع لجنه التظلمات ان احنا عايزين قرار من لجنه التظلمات، ويمكن هستعير كلمه المستشار مرتضى منصور ان احنا عايزين قرار بغض النظر، قرار يقول كهرباء بريء، قرار يقول 4 مباريات، قرار يقول 6 مباريات، قرار يقول 8 مباريات، قرار يؤكد قرار لجنه الانضباط ب 12 مباراه، لكن قرار في النهايه كنا منتظرين قرار يعبر عن حق نادي الزمالك اتجاه جماهيره العظيمه الكبيره العريضه وامام الجمعيه العموميه المحترمه اللي انتخبت هذا المجلس. لكن في النهايه الكل تحدث عن اعتذار نادي الزمالك او انسحاب نادي الزمالك، والكل بكل تاكيد اكد على ان اي من الفريقين لم ينسحب من هذا اللقاء، وان الفريقين هيروحوا، وان في طياره. برضو على لمعلومات سيادتكم، طياره نادي الزمالك كانت يوم الاثنين مساء وليست الثلاثاء ظهرا، ولما طلع ان لاعيبه نادي الزمالك ما راحوش للمطار بناء على مكالمه من مجلس الاداره، كان بالفعل صحيح بناء على مكالمه من مجلس الاداره وتاجيل القرار لحين انعقاد لجنه الانضباط، كل الكلام كان حقيقي. لكن كنت اتمنى ان احنا نروح لمصدر الحقيقه قبل اطلاق التصريحات في كل الاتجاهات. كنا تحدثنا عن حق نادي الزمالك من لجنه الانضباط ومن لجنه الاستئناف قبل يمكن اتخاذ قرار الاعتذار اللي اعتقادي الشخصي قرار تاريخي من مجلس اداره نادي الزمالك.